دي مصري. فثلاث ارباع الحاجات اللي على النت ليها ريفرنس طبعا بره، لان اللي بدأوا القصه دي اللي مش عملوا النت امريكا. اوكي. امريكا في حته اليوتيوب تشانلز والكونتنت وان الكرييتورز يبقوا كتير والانستجرامر ويوتيوبر وبتاع، دي من زمن الزمن. هم من اول اليوتيوب من 2004. اوكي. فمن 2004 في حد اسمه يوتيوبر في امريكا. اوكي. طب بس ايه هو ايه البلوجر؟ ايه البلوجر؟ ايه بقى يعني احنا ما فهمناش. بص انا عارف الانفلونسر المفروض، الانفلونسر ده المؤثر المفروض. اوكي. لكن احنا هنا عندنا اي حد عدى ال 100,000 فولو على الانستجرام بقى انفلونسر خلاص. يعني انا انفلونسر انا دلوقتي؟ طبعا انفلونسر، انت كده كده انفلونسر. ما انا بقى ده اللي انا قصدي عليه، انتوا انفلونسر. انت انفلونسر بالمعنى الحقيقي. انت انفلونسر يلا. شخص مؤثر بصرف النظر عن عدد الفولورز اللي عندنا. بالظبط، انت شخص مؤثر بجد. انت عملت مثلا حلم بينهم زمان ده اثر في الناس. قال لك زمان عملته من 3 ايام يعني انا فرحت وعيطت فجأة فاهم. والله الواد وداني في زمان فاهم. ده المشكله، ما خد زمنك وزمن غيرك بقى. لا على فكره معانا بقى انا شخصيا يا انفلونسر. هو دايما ايه ما هو يا انفلونسر يا ابو سلسله في الحته دي يا ابو سلسله. انا من اسعد الناس باليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي وتيك توك، لانه رجعوا حيلهم بينهم تاني طبعا. كانه معمول اول امبارح. ده حقيقي. فانا قاعد ما بعملش حاجه فجاه تلاقي والناس عماله تقول لك بالايه بالنص مليون وبالخمسه ومفيش فلوس بتدخل لك مش مهم. مش مهم. انتشار المتعه النفسيه اكسبوجر الله. فانت اكسبوجر شفت بقى شفت انفلونسر يا ابو سلسله بالظبط كده. بس احنا كنا بدأنا نوقعه في الكلام بقى. قلنا بقى انفلونسر خبطنا في بعض الواد، خبطنا في بعض. انا عايز اعرف البلوجر ده ايه. بص في مثلا البلوجر اللي هو المكتشف، اللي هو مثلا زي الفود بلوجر، يقول لك انا النهارده يلا عارف حاجه تعمل بلوك وبتاع بص هي الاسامي بالنسبه لي انا بجد مش عارف الفرق بينهم، بس بالنسبه لي قفشناك اهو. لا عادي مش عندي العلم كله يعني. البلوجر في مثلا فود بلوجر ده اللي هو بيتخاف منه لو جه مطعم كده وقال الاكل ده انا سمعت يا باشا ارقام في الحوار ده جامده طبعا. كلهم بياخدوا ارقام. انا سمعت يا باشا انك تروح تاكل اكل تقول مش حلو وتمشي وتصور وتقول كده وتمشي. يجيبك صاحب المطعم يديك 100,000 جنيه. مستر عمرو عشان تيجي. ده قليل والله العظيم. والله 100,000 جنيه ده طموحك انت يا انفلونسر ابو سلسله. في ناس بتاخد في الستوري مش اقل من 100,000 جنيه في الستوري اللي هي هتقعد يوم واحد بس 24 ساعه عنده. بياخد مش اقل من 100,000 جنيه مثلا. حلو مش اقل، ده على حسب هو انتشاره وحسب التارجت اودينس بتوعه. دي الستوري انا ستوري حياتي كلها ممكن ابيعها ب 100,000. لا والله ده انت عادي والله ممكن نكتبها وننزلها كتب وبتاع ونبيعها كلها والله سيديات. عالم النت والله بجد صعب. كمل ممكن في الريل بقى ياخد له نص مليون. هو مليون الريل اللي هو مليون من مين مليون معلش؟ من الكلاينت. دلوقتي الشركات دي قصه التلفزيون دي ما بقتش تجيب. ماشي اخره الماتش. بص النهارده ما عادش فيه غير الماتش، حتى المسلسل بقى واتشت شاهد نتفليكس خلاص خلصت. فهو ما عادش عنده غير الاعلان هيتحط قبل الماتش وبعد الماتش. هو ده اللي ده التلفزيون، ده اقوى تايم في التلفزيون. لكن التلفزيون كله مات، فهو محتاج الاعلان اللي عمله ده يتحط سوشيال ميديا. هنرجع بقى للنقطه بتاعت الالجوريزم وال3 ثواني وي فمضطر يعمل ريل يناسب الشباب اللي هو التارجت اودينس بتوع الانستجرام. فجايب واحد مشهور على الانستجرام، فالشخص ده عشان هيتارجت الاودينس بشكل مرعب ويعمل له الريل هياخد المبلغ اللي كان هيتعمل في الاعلان اللي على التلفزيون.